الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. من منا لم يفكر في الموت ولحظة قبض الروح. من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن يرسل لنا الرسائل التي تذكرنا بالموت، تذكرنا بالحقيقة الوحيدة التي يهرب منها الإنسان، سواء في الواقع أو حتى برسائل منامية إما مبشرة أو محذرة تذكرنا بالموت. مع خروج روح المؤمن يرى البشريات فيشتاق لما أعده الله سبحانه وتعالى له ولا يحزن على ما فاته. الرؤيا الأولى يقول: رأيت كأني ذهبت المقابر لأزور والدي المتوفى، فوجدت إلى جوار قبره حصان أسود جميل، وكانت المقابر في وسط مكان أخضر يشبه الحدائق، فخرج أبي ليسلم علي، فسلمت عليه وقلت له: لازم آخذ معك صورة سيلفي، لأنه لا أحد سيصدق أني تصورت معك. ورآني أبي منبهر من المنظر الجميل، فوضع يده على كتفي وأشار لي إلى هذا المكان الجميل وقال: كل هذا ليس بالتمني. وانتهت الرؤيا. يقول الرائي أن هذا الأب توفى منذ أكثر من 7 سنوات وما زال جسمانه كما هو، لم يتحلل ولم يتغير، وكان مصاب بالكبد، يعني كان مريض كبد. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. كان القبر في وسط مكان أخضر ويشبه الحدائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الخيل 3، فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. سياق الرؤيا كله لا يدل على الوزر، وإنما يبشر بالأجر والستر. فهذا الحصان الأسود إلى جانب القبر يرمز إلى الأجر والخير الذي يدوم مع هذا المتوفى إلى يوم القيامة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل ستر، أي أنه ستر له من النار. معنى أن الرأي يتصور معه سيلفي، أي أن الأب يكون سلفا للابن، والابن خلفا لأبيه، فيتبع ما كان عليه الأب عسى أن يبلغ مثل منزلته. كان مريض بالكبد، جسمانه لم يتحلل، يعني هذا الأب بلغ بفضل الله منزلة الشهداء لأنه أصيب بداء في بطنه. عندما نقص مثل هذه الرؤى المبشرة على المريض المبتلى الذي طال مرضه أو اشتد عليه المرض، حتما سيستبشر ويستعد ويفرح لما أعده الله سبحانه وتعالى له، وسيصبر على مرضه. يقول أيضا أن هذا الأب قبل موته في حياته رأى رؤيا تبشره، منادي ينادي عليه ويقول: يا محمود، أنت في رباط إلى أن تلقى الله، يعني في صبر على العبادة والطاعة، وفي صبر على هذا المرض والابتلاء حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. الرؤيا الثانية تسأل فيها الرأي أيضا والدها المتوفى عن ماذا أحس عند خروج الروح، وتسأله عن من هو أفضل منزلة عند الله سبحانه وتعالى. يجيب الميت إجابات كما هي في السنة تماما بلا زيادة ولا نقصان، وهذا دليل على صدق الرؤيا وأنها وحي من عند الله سبحانه وتعالى. تقول: رأيت كأن أبي المتوفى في مطبخ بيتنا، وكنت أسأله عن ما هي أعظم منزلة عند الله، فقال: الأعظم منزلة هو الأحسن خلقا وكرما، إلا من عليه دين أو مظلمة. فقلت له: ماذا أحسست عند خروج الروح؟ فقال: لم أحس بشيء في جسدي إلا عند الوجه وجدت مثل وخز الإبر أو الدبابيس، وعندما خرجت روحي وجدت الملائكة أسفل مني ينادونني. وانتهت الرؤيا. لما سئل هذا المتوفى عمن هو أفضل منزلة عند الله سبحانه وتعالى، أجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني الرؤيا حث للرائية ولنا على أن نجتهد لنبلغ هذه المنزلة، نكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. ثم قال: إلا من عليه دين أو مظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولكن قد يكون الإنسان عليه دين في حياته وفي نيته أن يقضي هذا الدين، يجتهد ويسعى ليقضي الدين ولكن لا يستطيع، ثم يقبضه الله سبحانه وتعالى. هذا المرء عندما يموت سيسخر له الله سبحانه وتعالى من يقضي عنه دينه،
أو يجعل المدين يعفو ويسامح، أو يكون في عفو الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. سألته عن قبض الروح فقال: لم أحس بشيء في جسدي، وصور لها المشهد على أنه كان سهل يسير لين، لم يشعر إلا بالوخز في الوجه، وهذا يدل على سهولة خروج الروح، وأنه لم يشعر بألم كبير. الناس متفاوتة فيما تشعر به عند قبض الروح. ففي الروايات عن السلف الصالح أن أحدهم رؤي في المنام فشبه خروج روحه أنه أحس مثل الطير الذي على النار، لا تستطيع أن تطير لتستريح ولا تستطيع أن تموت لتستريح. وهذا معناه أن الناس متفاوتة فيما تشعر به عند قبض الأرواح، وهذه دعوة لنا أن نجتهد في الطاعة ونبتعد عن المعصية، لتكون لحظة خروج أرواحنا هي من أهون وأجمل اللحظات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا خفف الله بها من خطاياه. قد يكون الإنسان اقترف كثيرا من الذنوب أو من الصغائر ولم تكفر في حياته، تكون لحظة خروج الروح هي لحظة فاصلة له، لعل ما يشعر به من ألم وقت خروج روحه تكفر عنه كثير من هذه الذنوب أو ما تبقى عليه من الذنوب، فيلقى الله سبحانه وتعالى وهو في أحسن حال، والله تعالى أعلى وأعلم. الرؤيا الثالثة أيضا تخبر فيها المتوفية بشيء من فتنة القبر، كما أخبر عنها تماما النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: رأيت جدتي المتوفية كنا مجتمعين حولها، فقلت لها: احكي لنا عما حدث لك في أول ليلة في القبر. قالت: أتاني اثنان لونهم أسود وأزرق وخزوني بعصا لأستيقظ. قالت لها الرائية: يعني أفزعوك وأوجعوك؟ قالت لها: لا، لأني أجبت على الأسئلة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير. وفي رواية في وصف شكل الملكان أن أنيابهم مثل صياصي البقر، كما قالت المتوفية أن أسنانهم كبيرة جدا. ما زال هناك إلى هذه اللحظة من يكذب بفتنة القبر وعذاب القبر. قالت لها: أفزعوك أو أوجعوك؟ قالت: لا، لأنها أجابت على الأسئلة. مثل هذه البشرى تطمئن المؤمن ويستأنس بها، أن المؤمن لا يفزع في قبره مهما كان شكل الملكان، إنما هي فتنة وامتحان للمؤمن، إذا نجح وأفلح في الإجابة على الأسئلة وفي هذه الفتنة نجا وكان النعيم إلى يوم القيامة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.